الكلمة اللي بتضيع سنين. استنى شوية بكرة يتكلم يبقى زي الفل. ده عمه اتكلم وهو عنده 4 سنين وبقى مهندس قد الدنيا. الجملة دي يا جماعة، الجملة البسيطة اللي بتتقال في المناسبات والعزومات العائلية بظن انها بتطمن الاهل، هي للأسف السبب في ان اطفال كتير بيضيع منهم سنة واثنين وثلاثة، بيضيعوا في صمت كان ممكن قوي نتفاداه. السؤال اللي لازم نجاوب عليه النهاردة بمنتهى الصراحة: امتى فعلا الاستنى ممكن يكون طبيعي ومجرد فروق فردية، وامتى كلمة استنى تكون هي الخطر الحقيقي اللي بيدمر مستقبل طفلك الدراسي والاجتماعي. النهاردة هنفتح الملف ده بالعلم وبالدراسة وبقصص حقيقية وواقعية، علشان مفيش طفل يضيع حقه في الكلام بسبب نصيحة مش حقيقية أو نصيحة مش في محلها. طفل ذكي وبيسمع كويس وبيفهم الإشارات، لكن مفيش كلام، مفيش ولا جملة واحدة واضحة. والدته طبعا بدأت تقلق وبدأت تسأل، والرد كان: يا ستي ما هو بيفهم اهو، بكرة يفتح الكلام ويصدعك. والأم سمعت الكلام واستنت لحد ما ياسين كمل 3 سنين. وهنا الصدمة حصلت لما راحت لمتخصص، اكتشفت ان الفجوة بين ياسين وبين زمايله او اقرانه زي ما بنقول بقت سنة كاملة. طيب ليه ده بيحصل؟ تقارير الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس بتقول ان التأخير في التدخل المبكر للطفل بيدخلهم في حاجة اسمها حالة الإحباط التواصلي. يعني الطفل عايز يعبر مش عارف، فيبدأ ينسحب اجتماعيا وتبدأ عليه أعراض عصبية، أو حتى يبدأ يرفض الاختلاط بالأطفال. في دراسة اتعملت على مئات الأطفال اللي اتأخروا في الكلام، لقوا إن الأطفال اللي أهلهم اتبعوا سياسة ويت اند سي، يعني استنى وشوف، من غير تقييم متخصص، عانوا في مشاكل في القرايه والكتابه لما وصلوا لسن المدرسه، مقارنه بالاطفال اللي اهاليهم اتحركوا فورا. الرساله هنا واضحه: الانتظار مش مجرد وقت وهيعدي، ده مجهود بيتضاعف عليك وعلى طفلك بعدين. المخ بيشتغل بساعه مش بمزاجنا. ليه بنقول ان اول 3 سنين هم العمر الذهبي؟ في علم الاعصاب في مصطلح اسمه المرونه العصبيه. تخيل معايا كده، مخ الطفل ده زي قطعه صلصال طريه لسه طالعه حالا من العلبه. اي تشكيل بتعمله فيها بيبقى سهل وبسيط وبيثبت. مع الوقت الصلصال ده بيبدا ينشف، مش معناه انه مش هيتشكل تاني، هيتشكل بس هيحتاج مجهود اكتر وصعوبة وممكن يتكسر منك. طب ايه اللي بيحصل جوه مخ الطفل في المرحلة دي؟ حاجة اسمها الانفجار المشبكي. اول سنتين مخ الطفل بيكون وصلات عصبية بسرعة رهيبة جدا، حوالي 1,000,000 وصلة كل ثانية. مبدأ استخدمه او افقده. المخ بيقوي الوصلات اللي بنستخدمها زي الكلام والتواصل، وبيقص الوصلات اللي مش بتستخدم. فلو الطفل مش بيتكلم، المناطق المسؤولة عن الكلام واللغة مش بتتحفز كفاية. طب الدراسات بتقول ايه؟ جامعة هارفارد نشرت دراسة بتقول ان التدخل قبل سن 3 سنين بيستغل طاقة المخ في أعلى مستويات. يعني الساعة اللي بيقضيها الطفل في جلسة تخاطب أو تنمية مهارات وهو لسه عمره 2 سنين بتساوي 10 ساعات لو الطفل بياخد الجلسة دي وهو عمره 5 سنين، لأن المخ عنده جداول زمنية. الخلايا العصبية المسؤولة عن اللغة ليها نافذة فرص، يعني شباك. لو قفلنا الشباك ده واحنا مستنيين انه يكبر، احنا كأننا بنجبره انه يطلع جبل عادي في وقت كان ممكن يمشيها برجله عادي. يعني حاجة كانت هتتعمل بسهولة في سن صغير قررنا نأجلها لما تتعمل بصعوبة في سن أكبر. طب أعرف إزاي إنه متأخر؟ هل في مسطرة بقيس بيها الكلام إن الطفل ده متأخر في الكلام؟ في معايير عالمية لCDC و AAP باختصار، وعشان ما تبقاش قلقان زيادة عن اللزوم وعشان برضو ما تكونش مهمل، هات ورقة وقلم وتعالى اكتب معايا معايير الجمعية الأمريكية لطب الأطفال واحفظهم وحاول تقارن طفلك بيه. عمر سنة لازم يكون فيه مناغاة قوية اللي احنا بنسميها الملاغية أو الملاغية. لازم يبصلك لما تنادي على اسمه، بيستخدم إشارات باي، يشاور، بيستخدم كلمات بابا ماما. إنما لو طفل ساكت خالص فاحنا هنا في مشكلة. طيب طفل 1.5 سنة عنده 18 شهر على الأقل بيكون عنده حصيلة من الكلمات المفردة، بيفهم أوامر بسيطة: هات الكورة، تعالى. إنما لو بيعتمد إن هو يشدك من إيدك أو عنده حصيلة مفردات ضعيفة خالص فاحنا هنا نقلق. طفل عنده 2 سنين 24 شهر المفروض يكون عنده حصيلة كلمات حوالي 50 كلمة، حتى لو نطقهم مش مثالي بس على الأقل عارف 50 حاجة وبيقدر يسميه، ويبدأ يركب كلمتين مع بعض: عايز مية، بابا فين، وبيقلد الكلمات والأصوات اللي بيسمعها منك. طيب عنده 3 سنين 36 شهر المفروض دخلنا مرحلة الجمل، يقدر يكون جملة كاملة. إن شخص غريب لو سمعه يقدر يفهم 75% من كلام. بيبدأ يكون أسئلة: ليه، فين. باختصار لو طفلك وصل 2 سنين ما بيقولش غير ماما وبابا
ولسه بيشدك من ايدك ومش بيتواصل بصريا معاك، ما تسمعش كلمة استنى، اتحرك فورا. التقييم مش هيخسرك حاجة، بالعكس هيخليك تطمن. وصدقني التدخل المبكر استثمار مش حمل خالص. تعالوا نحسبها بالمنطق والواقع اللي بنشوفه في العيادات كل يوم، وهنشوف سيناريوهين: طفل عنده 2 وطفل عنده 4 سنين. الطفل الاول الاهل قرروا ان هم يتدخلوا في السن ده، الطفل لسه مرن عنده قابليه للتعلم، المشكله ما تفاقمتش. سن 4 سنين الطفل خلاص فاته وقت كتير جدا، هيبقى الجلسه مجهود مضاعف، تاخر كبير، اصحابه سبقوه، يعني التكلفه اكبر بكتير من اننا لو اتدخلنا هو لسه عنده 2. في دراسه اتعملت في بريطانيا على اطفال المتحدثين المتاخرين، الاطفال اللي اتكلموا متاخر، لقوا ان الاطفال اللي اخذوا دعم وتدخل في سن قبل 3 سنين 80% منهم لحقوا زملائهم في المدرسة وبقوا طبيعيين تماما. اما اللي اهلهم استنوا وبدأوا يتدخلوا لما سنهم بقى 5 سنين فضل عندهم صعوبات تعلم مستمرة لسنين، صعوبات في التواصل. انا مش بخوفكم، انا بقول لكم ان الوقت مع الاطفال اغلى من الذهب. التدخل المبكر راحة. طيب ازاي تتحرك صح او خطة عمل؟ لو حسيت ان ابني متأخر اعمل ايه؟ مش عايز الف على دكاترة كتير واضيع مجهود ووقت وفلوس. اول حاجة اختبار السمع، لازم نتأكد ان الولد بيسمع كويس، ان مفيش عنده هيرنج لوس، مفيش مشاكل في السمع، انه سامع الحروف صح. تاني حاجة تقييم متخصص، اخصائي التخاطب، مركز متخصص واخصائي معتمد. صدقني التقييم مش معناه ان ابنك تعبان، احنا بنعرف بس موقعه ايه على خريطة النمو. تالت حاجة نبدأ نغير شوية البيئة في البيت، لان ممكن هي تساعد ان الطفل يتطور ويطور لغة، وممكن برضو تأخره اكتر. رابع حاجة اللعب التفاعلي والكلام معاه، واظن انا عملت فيديوهين قبل كده عن الموضوع ده واهميته. ولو انت خايف على طفلك اتمنى ان الخوف ده يكون محرك، ما يكونش خوف من اللي بيخلينا نغمض او اللي بيخلينا ندور على كلمه تريحنا. بكره يتكلم، استنى شويه. مجهودك واهتمامك وتدخلك الصح هو اللي هيفرق. لو عندك شك 1% اسال حد متخصص، ولو عندك قلق ما تضيعش وقت، لان في رحله نمو الطفل دقيقه بتفرق. الخطوه اللي بناخدها بدري بتوفر اميال بعدين.